السلام عليكم. اليوم غنصايب معكم الخبز ديال الزرع، اي الدقيق القمح الكامل بدون سكر، صحي مناسب لمرضى السكر والناس اللي دايرين الرجيم. سنحتاج 5 كؤوس من القمح الكامل، يكون منخول من النخاله الغليظه، ملعقه صغيره من الملح وحسب الذوق، ملعقه كبيره من الخميره، ممكن استخدام طبعا الخميره البلديه تكون احسن، ملعقتين من زيت الزيتون. انا هنا استعملت القمح الكامل اللي كاين في بيم، انا هو اللي جربت عليه بزاف ديال الماء شحال ندير فيه، فهو لقيت انه ديما نصف الكميه. مثلا هنا درنا 5 كؤوس ديال القمح الكامل، غادي نديرو كأسين ونصف ديال الماء الدافئ، غادي ديروهم من الاول وغادي يجيكم العجينه هي هذيك مرخوفه. وبالنسبه للزرع الاخر اكيد غادي يكون تقريبا بحال غير يقدر يكون زايد هكا 4 كاس ولا ناقص 4 كاس. هو غادي يجي بحال هكا، غادي يجي مرخوف، ماغاديش يجي قاصح، حيت الزرع كيشرب. من الاحسن يجي بحال هكا. منين غادي هنايا في العجان انا غير جمعته، نتوما طبيعه الحال ديروه غير بيديكم جمعوا، انا حيت دايره الحجاب ما بغيتش نطلع يدي باش نعجن، اما راه هي كتجمع ماشي كتعجن ودلدلك. تقدري ما دلكي ما والو، ديري فيها هكا زيت بلديه من الفوق وغطيه يرتاح واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. موراها منين نرتاح هو كيكون بحال هكا، ما كيتنفخش بزاف، يخلي غير يرتاح بحال هكا واحد 10 دقائق. تيجي بحال هكا، راه كتكون العجينه شي شويه كتلصق ماشي بزاف. انا هنايا نحاول نقطع العجينه، ما غاديش نكورها دابا، نحاول نقطعها باش نحاول نجيبهم تقريبا قد قد. غادي نديرو هذيك النخاله اللي كنا نخلنا، هي اللي غادي نقرصوا بها. اذا كنتي اول مره كتشوف القناه مرحبا بك، هذه قناه شوشومه، كنتمنى تعجبك، واذا بغيتي شي حاجه قولها لي في كومونتير. انا هنا غنحاول نديرهم كويرات، ما عرفتش سميتهم، المهم سميتهم هذيك الكويرات. غادي نحاول نجمعهم بحال هكا بحال كموسه ونديرهم. اكيد راه الناس يعني اللي كتعرفوا، حتى اللي ما كنتيش كتعرف انك طيب بحال هكا ماشي مشكل، غير كتجمعهم بحال هكا، راه ما غيبانش لك، واخا تبقى لك هذيك التجميعه الفوق ما غتبانش منين غادي تبسطها. وصافي كتبسطها في النخاله، من الاحسن تكون نخاله بزاف باش ما يلصقش، لانها شويه ماشي قاصحه. وصافي كندردروا النخاله في اللاطه، وغنديروا جميع الخبزات بحال هكا. غير هو فاش نبسطوهم ما نبسطوهمش رقاقين، لان الخبز ديال الزرع ماشي بحال الفرص، ونيت هذا ما دايرينش فيه الفرص. من الاحسن نديرهم بحال هاد السمك، انا كنوري لكم كل وحده كي درتها، وفي الاخر غتشوفوهم كيفاش جاو. في هذا الوقت كنتمنى ناخذوا حسنه مع بعضياتنا ونصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنايا دابا غادي نديروهم يخمروا، غادي نغطيوهم مزيان، انا غطيتهم بهذا المنديل وغطيتهم بفوطه، ونخليهم غير شويه ديك 4 ساعات بحال هكا كيخمروا. ها نتوما باش يكون بحال هكا، ما تخليهمش يخمروا بزاف، ما كيجيوش زوينين كيهبطوا. من الاحسن يخمروا غير لهاد الدرجه. انا راه شوفي كيفاش حطيت صبعي تما. وغادي نتقبوهم بحال هكا بالفرشيطه او اي حاجه كتبغيوها، وندخلهم على فران سخون من قبل. انا درتهم فرن كهربائي 180 درجه، ما بين 180 و 200، ماشي 180 بالضبط، مشعول من الفوق ومن التحت. كيجي زوين بزاف، خصوصا هكا مع زويته بلديه. وطبيعه الحال حنا عارفين انه الخبز ديال الزرع صحي بزاف ومناسب للمرضى السكر ولا اللي عندهم مقاومه الانسولين، بزاف ديال الاشياء. هنا كيجي مفشفش، وكيجي هنا نقطع لكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي بحال هكا، كيجي زوين بزاف وسهل، ما فيه لا سكر ولا حتى شي حاجه، يعني لانه السكر هو اللي كيخلي الخميره تتفاعل وكتزيد، فهذا يعني كيجي زوين بحال هكا بدون سكر بدون عسل بدون اي حاجه. انا نوريه لكم من الداخل باش تشوفوه كيفاش داير. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموا القناه. وشكرا للناس اللي كيكتبوا لي كومونتير وكيهضروا معايا، والله الا شكرا لكم بزاف، واللي ديما كيشوفوني كيخليو لي القلوبه، شكرا لهم نتوما بزاف. اذا بغيتوا وصفات بدون سكر في رمضان قولوها لي في لي كومونتير، ان شاء الله نصايبها لكم. او بغيتوا وصفات صحيه او لا تقليديه قولوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله نصايبها لكم. هنا وريت لكم الخبزه من اللور، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا.